السلام عليكم، مساكم الله بالخير. في موضوع أو شيء صار قدامي صراحة فيه استهتار لأرواح البشر وشيء يرفع الضغط. بقول لكم إلى متى والعمالة اللي تسوق تريلات فيها استهتار بأرواح البشر، وكأن الناس هذه يعني كأنك تلعب جراند ولا شيء. تو أنا جاي بالطريق، تعديت الرغبة، دوار الرغبة متجه لشقرة. ممتاز. صار فيه حادث عبارة عن تريلة ما فيها لمبات جانبية، والظاهر انه جاي يدور او داخل من التراب الجهة اليسرى وداخل لليمين. طبعا اللي جاي يسوق حتى لو انه ما اسرع ما يشوف اسود في اسود. وسيارة من شركة فورد، ميب فورد العادية كراون فيكتوريا، لا ثانية. وجيك ماشي في امان الله، ثم والله انه داخل تحت التريلة، داخل السيارة كلها لين قريب الصدام اللي وراه. الوفيات اللي انا شفتها بس ما يقل عن 2 إلى 3 اذا ما هو اكثر. والله انك تشوف اكياس الوفيات مغطين فيها. رسالة ابغى اوصلها للمسؤولين عن اللي يعطون الرخص، والله العلي العظيم انك تعطي واحد ما يستاهل كل هاللي يموتون في رقبك. سيارة بهالكبر ويعني فيها خطر حركتها، اي ما في ابسط وسائل السلامة. هذه مثل قنبلة موقوتة اللي قاعدة تمشي في الشارع. عادي الواحد عندهم يقدم اليوم على الرخصة بكرة طالعة. ليه يا أخي ليه هنا تستهتر بأرواح الباقيين؟ في ألمانيا أنا أعرف واحد عايش له هناك ومع الجنسية قسم بالله 12 سنة، إلى اليوم هذا والله العظيم ما قدر ياخذ الرخصة. 6 شهور، ركزوا، 6 شهور، نصف سنة عشان يدرس وش هالإشارة وش هالإشارة، لو اجتمع من الأولوية له هكذا. اللي متابعني في السناب قبل فترة قد وقفت سيارة تريلة كذا، طلعت في وجهي وانا رايح جهة وشيقر وبلغت لين جو. والله العلي العظيم اني قاعد اسجل سنابات، هذه مو بانه اوه انا ابغى اسجل سنابات ولا كذا، والله اني قاعد اتكلم قهر علشان اللي ماتوا قبل شوي، والله العلي العظيم.